السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعرف نبيك. حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم حرا كريما يأكل من عمل يده، والآخر ما بقى شاب خرج إلى البادية علشان يرعى الأغنام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الأغنام لأهل مكة على قراريط. فضل يرعى الأغنام وبعد كده انتقل إلى السائب بن أبي السائب المخزومي، فكان خير شريك للنبي صلى الله عليه وسلم لا يداري ولا يماري. وجاء يوم فتح مكة وقال له مرحبا بأخي وشريكي. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 20 من عمره أتيحت له فرصة السفر مع القافلة إلى الشام للتجارة، فكانوا في مكة بيستعدوا لرحلة التجارة للشام بتاعة الصيف، وكان كل واحد منهم بيعد الراحلة اللي هياخدها معاه. وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها من أشراف نساء قريش، وكانت أكرمهن أخلاقا وأكثرهن أموالا، وكانت بتدور على رجل أمين يتاجر لها في أموالها ويخرج مع التجارة للشام. فسمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وعن مكانته عند أهل مكة، لأنه كان يلقب بالصادق الأمين. فاتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يتاجر لها في مالها مقابل مبلغ من المال، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم. خرج مع غلام السيدة خديجة وكان اسمه ميسرة في التجارة إلى الشام، وتحركت القافلة. وبعد أن قطعت القافلة مسافة طويلة نزلوا علشان يستريحهم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، وكان قريب منهم راهب في صومعته، فما أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظر إليه وقعد يبص له كتير قوي. وبعد كده نادى لميسرة وسأله من هذا الرجل، فقال ميسرة رجل من أهل قريش أهل الحرم. اسمع بقى الراهب قال له إيه؟ قال له والله ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. وبعد كده باعت القافلة كل البضاعة اللي معاها واشترت اللي هي عاوزاه من البضائع. وكان ميسرة معجب بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته مع الناس وسماحته وأخلاقه والربح الكبير اللي حققه في مال السيدة خديجة رضي الله عنها. وفي طريق العودة بقى حصل حاجة غريبة جدا. غمامة في السماء تظل النبي صلى الله عليه وسلم طول ما هو ماشي لوحده دون عن القافلة كلها، وظهرت على وجه ميسرة علامات الدهشة والتعجب. وبعد كده وصلت القافلة إلى مكة، وكل واحد خرج من التجار يطمن على ماله اللي كانوا بيتاجروا بيه في الشام. وراح ميسرة للسيدة خديجة رضي الله عنها علشان يحكي لها اللي حصل، والراهب قال إيه واللي هو شافه في السفر من النبي صلى الله عليه وسلم وعن سماحته وعن أخلاقه، فأعجبت به السيدة خديجة رضي الله عنها. فقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في قوم مكانة عظيمة استمدها من نسبه وحسبه من قريش، فهو ابن عبد المطلب سيد قريش وزعيمها، وبعد كده اللي رباه أبو طالب سيد قريش وزعيمها بعد عبد المطلب أبوه. وكان عبد المطلب بياخده معاه في كل الحفلات والمحافل اللي كان بيروحها عشان يعرفه على الناس، وده ساعد النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان ليه مكانة عظيمة بين الناس دي. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش السيادة دي، فعرف طبع قومه وقعد معاهم وشاف مجالسهم كلها. والكلام ده كله أثر في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال 3 مواقف مهمين في حياة النبي قبل البعثة. الموقف الأول كان حرب الفجار. لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة وقع حرب عظيمة في سوق عقاظ بين قريش ومعهم كنانة وبين قيس عيلان، وسببها ان واحد من كنانة اغتال 3 من قيس عيلان. وبعد كده وصل الخبر لعقاظ، فثار الطرفان وبدأت الحرب بينهم، وفضلت الحرب دي طول النهار. وبعد كده تداعوا إلى الصلح. كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في المعركة دي، كان بيحضر النبال لقومه، وكانت لها أثر عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو في سن مبكر في سن 20 شاف الحرب وشاف الصلح. الموقف الثاني حلف الفضول. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. ايه هو بقى حلف الفضول ده؟ اجتمعت قبائل قريش فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا مظلوما بمكة من مكة نفسها أو من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته. مش هيسيبوه
إلا لما يجيبوا مظلمته وينصروه على اللي ظلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى هذا الحلف، وده كان دليل على مكانته ومنزلته في قومه قبل البعثة في الجاهلية. الموقف الثالث بقى هو التحكيم في بناء الكعبة. قريش قامت بهدم الكعبة وبنائها من أول وجديد، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده 35 سنة. وأول ما بلغ البنيان من بناء الكعبة وجه الوقت اللي هيحطوا فيه الحجر الأسود في مكانه. اختلفوا بقى مين اللي هيحط الحجر الأسود في مكانه، وكل الناس اختلفت مين اللي هيحطه. كل قوم عاوزين هم اللي ينولوا شرف ان هم يضعوا الحجر الأسود في مكانه. اشتد الكلام منهم لحد ما كان هيتحول لحرب في أرض مكة في مكان الحرم، لحد ما أبو أمية ابن المغيرة المخزومي قال يحكموا بينهم واحد، واتفقوا على ان اول واحد هيخش المسجد علشان يصلي هم اللي هيحكموه. كان من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان اول شخص يدخل من الباب هو النبي صلى الله عليه وسلم. فصاح القوم وقالوا هذا الامين رضيناه، هذا محمد. ولما وصل عندهم وحكوا له على اللي حصل طلب رداء ووضع على الأرض وحط الحجر الأسود في منتصف الرداء، وطلب من كل زعيم ياخد طرف من الرداء ويروح يوديه عند الكعبة. ولما وصلوا عند الكعبة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه. أما بقى عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، لما سمعت السيدة خديجة رضي الله عنها لميسرة وتأكدت من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت له صديقتها وهي نفيسة بنت منبه لتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من السيدة خديجة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وكلم عمامه اللي رحبوا بهذه الزيجة ووافقوا على هذا الزواج. راحوا علشان يخطبوا السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما وصلوا عند بيت خويلد قام عمه أبو طالب ليخطب خطبة العرس، وقد قال فيها الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا أمناء بيته وسواس حرمه، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن هذا ابن أخي محمد بن عبد الله لا يوزن به رجلا شرفا ونبلا وفضلا، وإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل. وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق عاجلا وآجلا من مال هذا كذا وكذا، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة وأنجبت له من البنين والبنات 6، وهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله والقاسم. والقاسم به يلقب النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم. حبيبي أبا القاسم يا رسول الله، صلوا على من قال أمتي أمتي.